بيبتدي الفيلم بمشهد بنشوف فيه حرب بين مملكة ين ومملكة ياو، وبنشوف جندي اسمه لوي بيكون حاضر المعركة. بعدها بيصحى من النوم في معسكر القائد لينج، وبيجي واحد من القصر الملكي عشان يعرف اللي حصل. فلوي بيقول له احنا بعتنا 3/4 الجيش عشان يحارب، وبيقول له ان القائد جاي لينج انقذه ولولاه كان زمانه ميت، وان جاي لينج اكتر واحد قتل جنود من العدو، وانه بيشكل درع هو وقوته عشان يدافع عن جبهته. وبنشوف بعدها شياطين مملكة ياو جايين عشان يحاربوا، وبنعرف ان هم اقوياء جدا وعندهم قوة خارقة، والقائد بتاعهم بيخرج تنانين الارض اللي بتهجم على العدو، وبيكون طول كل تنين فيهم حوالي 10 متر. وكالعاده قبل ما نبدا ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه وتفعل الجرس عشان تشوف كل الملخصات اللي جايه. بعدها جاي لينج بيقف قدامهم، وبيكون هو كمان عنده قوه خارقه، وبنعرف ان جاي لينج عنده قوه التنين السماوي، وبيهجم على التنانين وبيضربهم بسيفه. وبتهجم الشياطين على جيش لينج، منهم اللي بيقتل الجنود بضربه واحده، ولينج بيهجم وبسيفه بيقتل 10 جنود بضربه واحده، بس بيهجم عليه قائد الشياطين ولينج بيتصاب. بعدها لوي بيروح لجاي لينج عشان يطمن عليه، فلينج بينقل له قوه التنين الازرق من جسمه، وبيقول له دور على اختي زول لينج واديها القوه دي. وبنشوف جاي لينج بيموت وهو ماسك علم بلده. وفي اليوم الثاني لوي بيرجع المدينه، وبتكون مهمته انه يوصل الرساله لزول لينج. وفي المدينه بنشوف زول لينج اخت جاي لينج، وبنعرف انها بارعه جدا في الفنون القتاليه زيها زي اخوها، ولوسان المساعد بيتدرب معاها وبيقول لها انا استسلمت. فزول لينج بتقول له محدش هيرحمك في وقت الحرب. تيجي شان مساعده زول لينج وبتقول لها ان تقرير الحرب وصل القصر، والمستشارين بيقولوا لها ان اخوها جاي لينج مات، وان الحدود اتدمرت والجيش كله اتقتل، وان العدو كان معاه وحش وهو اللي قتل الجنود. وفي نفس اليوم لوي بيشوف زول لينج في الشارع، وبيقول لها انا تابع للجنرال جاي لينج وجاي اوصل لك رساله. فزوي لينج بتشوف علامه التنين السماوي على صدره، فبيروح معاها لوي للبيت، وبتحاول انها تخرج منه القوه. فبيخرج تنين صغير وبيقف على كتف لوي، والتنين بيدخل جوه جسم لوي تاني. وزول بتقول له ان التنين السماوي هو اللي بيحرس المملكه، وبتقول انه شكله مصاب وبيتولد من اول وجديد، وان جاي لينج اخوها ما كانش قدامه حل غير انه يدي قوته للوي، وفي نفس الوقت هتكون انت اللي قادر تتحكم في قوته. وبتقول له كمان ان التنين بقى جزء من جسمك وبيتغذى عليك. فلوي بيقول لها انه كان فعلا بياكل كميات كبيره من الاكل في الفتره الاخيره. بعدها لوي بيطلب من زول لينج انها تخرج التنين من جسمه. فزول لينج بتقول له انت المفروض تكون فرحان، لان مش اي حد ينول شرف انه يكون عنده قوه التنين السماوي. وبعدها لوي بيشوف حفره عميقه في الارض، وزول بتزقه ناحيتها وبيقع جوه الحفره، وبتنزل وراه وبيكون في مكان تحت الارض. وزول لينج بتقول له ان التنين السماوي اتولد هنا، وان البشر كانوا بيعبدوا الوحوش دي، لكن البشر استولوا على قوه الوحوش وتحكموا فيها. وبتقول له ان مملكتهم كانت بتعبد التنين السماوي، وان قوه التنين كانت بتتنقل لكل اجيال عيله لينج. والاسطوره بتقول انه ممكن حد يستدعي درع التنين بس بشرط انه يكون في قوته الكامله. وبعدها بتحكي له عن قصه شينجلو قائد مملكه ياو، وبتقول ان في عداوه كبيره بين المملكتين، وان السبب هو اختيار التنين انه يحمي مملكه ين. بعدها زول بتجيب حجر سحري وبتحاول تخرج قوه التنين السماوي من جسم لوي، بس كل مره بتفشل والقوه مش بتخرج. بعدها زول بتخرج سيفها علشان تقتل لوي، وبتقول له لازم اقتلك علشان التنين يختار حد تاني. لكن لوي بيقول لها طب افرضي قتلتيني والتنين ما اختاركيش برضه. فزول بتقول له طيب خليك هنا لحد ما اجيلك. وبتخرج تجيب حد علشان يرمي تعويذه لينج على لوي، لانه من غير التعويذه جسمه هيضعف وهيموت. بعدها بيخرج التنين الصغير تاني، ولوي بيفضل يكلمه وبيلعب معاه، وبيقول له انت اكيد اخترتني عشان شايفني بطل. وبيساله اذا كان يقدر يهزم تنانين الارض، بس التنين بيفضل يتحرك ومش بيرد عليه. وفي نفس اليوم بيكون في اجتماع مع الامبراطور، وحد من المستشارين بيقول له ان الجنرال لينج مات، وان هو ما قدرش يقف قدام قوات مملكه ياو، وبيقترح عليه انهم يبداوا مفاوضات السلام. فبيقول الوزير ان السلام مش هو الحل، وان مملكه ياو مش هتوافق على السلام، وان دي فرصه بالنسبه لهم علشان يهجموا على المملكه، وان حتى لو هنطلب منهم السلام لازم يكون عندنا قوه تقدر تواجههم عشان ما نبقاش ضعاف قدامهم. وبنشوف زول بتدخل عليهم الاجتماع، وبتقول لهم ان التنين السماوي لسه ما ماتش، وان هو اختار واحد تاني عشان يمثل قوته. وبتقول لهم ان هو اختار تابع لاخوها جاي لينج. والوزير بيقول لها انه كان فاكر ان عيله لينج هي بس اللي تقدر تتحكم في التنين، وبيقول لها ازاي جندي صغير هيواجه شياطين ياو. فزول لينج بتقول له ان لسه في امل طالما التنين موجود، وان هي هتدرب لوي وهتخليه يحارب العدو، وطول ما هي جنبه عمرهم ما هيخسروا الحرب. الكل بيوافق على اقتراح زول لينج، والامبراطور بيخليها قائد للجيش بتاعه. وفي اليوم التاني بتروح زول لينج لبيتها، وبتقول للوي يجهز علشان يروح يحارب. ولوي بيقول لها انه محتاج اكل كتير عشان يعرف يتحرك. فزول لينج بتديله كل الاكل اللي هو محتاجه، ولوي بيتعرف على لوسان مساعد زول وبيبقوا اصحاب. وفي نفس اليوم الوزير بيقابل حد من شياطين ياو، وبنعرف انه خاين وهو اللي ساعدهم يدخلوا الحدود. وبيقول ان التنين اختار جندي صغير تبع جاي لينج، وان زول لينج واقفه جنبه وبتحميه. بعدها الشيطان بيهجم عليه وبيقتله في لحظه. وفي نفس الوقت زول لينج بتعزف بالزماره بتاعتها، ولوسان بيقول للوي ان اخوها هو اللي اداها الزماره، وان عيلتها كلها ماتت وما كانش
كانش معاها غير اخوها اللي مات، وانها بتعزف على الزماره لما بتكون حزينه جدا. بعدها زول لينج بتقول للوي تعالى نتدرب شويه. في نفس الوقت بيكون في شيطان مراقبهم. وفي اليوم التاني لوي بيتمرن مع زول لينج وبتقول له انت ابتديت تتعلم كويس، ودلوقتي لازم تتعلم ازاي تستخدم قوه التنين. فبتقول له اقعد وغمض عينيك وركز حواليك وحاول تحول اي حاجه تحس بيها لسلاح، وبتقول له لازم تفضي مخك من اي افكار سلبيه. فلوي بيقدر يحول خشبه لسيف بس مش بيكمل. بعدها بيحاول تاني وبيفتكر لما كان طفل صغير لما ابوه خباه في الدولاب وقال له لازم تعيش. بعدها بيشوف ابوه وامه وهم بيتقتلوا قدامه. وفي اليوم التاني بيوصلوا لطريق الجبال، الشياطين بتكون مراقبه تحركاتهم كلها وبيهجموا عليهم، ولوي بيخاف وبيهرب بسرعه، بس قوه التنين بتخليه يرجع تاني علشان يحارب. وزول لينج بتفضل تضرب فيهم كلهم، فواحد بيهجم على لوسان ولوي بينقذه بس بياخد ضربه في بطنه وبيغمى عليه. بعدها زول لينج بتهرب مع لوي في الغابه وبتلاقيه بيموت ومش قادر يتحرك، وبتفضل جنبه طول الوقت وبتعالجه لحد ما يفوق وصحته بترجع زي الاول. وفي نفس الوقت لوسان بيكون مع شان وبيدور على زول لينج ولوي في الغابه، ولوسان بيقول لها خلينا مستنيين هنا وهم هيوصلوا. وفي اليوم التاني قائد الشياطين بيهجم على معسكر لينج وبيقتل القائد وكل الجنود اللي هناك. في نفس اليوم لوي بيرجع يقابل لوسان تاني، ولوسان بيقول له انا مش هنسى انك انقذت حياتي. وبنشوف لوي وهو بيبص على زول وهي نايمه وبنعرف ان هو معجب بيها جدا. وزول لينج بتصحى وبتقول له يلا نتدرب شويه، لكن الشياطين بتهجم عليهم في المكان وحد منهم بيقول لهم يسلموا التنين السماوي وبيهجموا عليهم وبتقوم بينهم معركه. وبنشوف لوي بيروح للحجر بتاع التنين، بس في شيطان منهم بياخد منه الحجر وبيسحب منه قوه التنين، بس لوسان بيجي وبينقذه في اخر لحظه. ولوي بيغمى عليه وبيقع جنب لوسان، لكن واحد منهم بيقتل لوسان من ظهره والشيطان التاني بيقتل شان المساعده بتاعت زول. وزول لينج بتهجم عليه وبتدخل السيف بتاعها في رقبته وبيموت. وفي نفس اليوم لوي بيصحى تاني وبيلاقي شان ولوسان مقتولين، وبيقول ان هما الاتنين ماتوا بسببي، وبيقول لزول لينج لازم نهرب من هنا بسرعه. فزول لينج بتقول له انت امل الناس الوحيد وعايز تهرب. فلوي بيقول لها انا ماليش دعوه باي حاجه، انا ابويا وامي اتقتلوا قدامي وما قدرتش انقذهم، ودلوقتي بقيت بشوف صحابي بيموتوا هم كمان قدام عيني. بعدها بيشوف زول لينج بتقع وبتكون متصابه وبتنزف، ولوي بيفضل جنبها لحد ما تخف وترجع تاني. وفي نفس اليوم لوي بيقعد جنب زول لينج وبتقول له ان الزماره دي هي اللعبه الوحيده اللي اخوها اداها لها، وانها لما كانت بنت صغيره كانت بتتدرب عليها، وانها المفروض كانت هتورث قوه التنين السماوي. وبتقول له مش معنى ان التنين السماوي اختارك انك تبقى ملزم تتحمل مسؤوليه انت مش قدها. ولوي بيكون مبسوط ان زول لينج ما بقتش بتضغط عليه زي الاول. وفي اليوم التاني لوي بيصحى ومش بيلاقي زول لينج، وبيعرف انها راحت الحدود عشان تحارب شياطين ياو. وبنشوف زول لينج بتهجم على قائد الشياطين وبتضربه، بس الشيطان بيوقعها على الارض. في نفس الوقت لوي بيجي عشان ينقذها، بس الشيطان بيضربه وبيرميه بعيد. بعدها بيقتل زول لينج بسيف في ظهرها وبيهجم على لوي وبيطعنه بالسيف في بطنه، وبيقول له انا هقتل كل واحد في مملكه ين. بعدها بياخد جثه زول وبيرميها للتنين بتاعه عشان ياكلها. ولوي لما بيشوفها بتتقتل قدامه قوه التنين السماوي بتظهر عليه فجاه وجسمه بيطير في السماء، وبنشوف نجوم على شكل تنين، وبيقدر انه يستدعي الدرع بتاع التنين وبيهجم على الشيطان وبيفضل يضرب فيه لحد ما بيقتله. بس الشيطان قبل ما يموت بيستدعي تنانين الارض، فلوي بيهجم عليهم وبيقتلهم كلهم. بعدها بيروح ياخد جثه زول لينج عشان يرجع يدفنها في المملكه. وبكده انتهى الفيلم. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتشوف باقي الملخصات. اكتبوا لنا في الكومنتات ايه الافلام اللي تحبوا تشوفوا الملخصات بتاعتها. سلام.